أصدقائي الأعزاء، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان حديث الأخ أبو عبد الله والأخ أبو محمد من أهالي بغداد قضاء الطارمية المشاهدة. أرسلوا لنا هاي صورة هذا الإعلام التافه الحقير قحطان عدنان، وقالوا لي حجي احنا اثناء تصفحنا على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة شاهدنا بعض مواضيع قناتك وعجبتنا بها الصراحة والجرأة والمصداقية، يعني قناة هواية عجبتنا. فقلنا خلي نرسل له صورة هذا التافه قحطان عدنان ونريده يكتب عليها فد كلام يعني يليق بهذا التافه، فد رسالة وإهانة إله. يقول هو احنا من منطقتنا، بس احنا ما نسمح له ان يكتب لقب المشهداني. ليش؟ لان احنا كنا متبرين منه، لان نعرفه انسان تافه بغض النظر عنه هو عركتي وسافل ومن رواد الملاهي. هذه مو بس هذه، وانما اخلاقه زفت يقول. المهم ظلوا يحجون هوايه، وقلت لهم يا بتدللون وان شاء الله الله يمكننا ونقوم بالواجب. اخواننا الاعزاء، قبل أن نبدأ بالموضوع أنا أحب أسأل: الحكم الذاتي، الحكم في شمال العراق، يعني حكم فيدرالي؟ لو كنت فيدرالي، لو هي دولة مستقلة، يعني ما أفتهم شنو هو غير نظام فيدرالي خاضع للحكومة المركزية، والكون فيدرالي يكون أكثر، يعني أكثر استقلالية. هسا احنا خلينا نحكيها بكل صراحة، أكراد اللي بالعراق هم شعبنا، هو شعبنا الكردي، مثل الجنوب والوسط والمنطقة الغربية. يعني مو عندنا فد منية عليهم أو هم عندهم منية علينا، لا. بس أنا أقول، يعني أقول هم أحسن من أكراد سوريا، وأحسن من أكراد إيران، وأحسن من أكراد تركيا، أحسن من أكراد روسيا، أحسن من أي أكراد العفو في أي دولة بالعالم. العفو. يعني ليش هذا التمرد؟ ليش وين ماكو تافه، وين ماكو متمرد، وين ماكو سارق، وين ماكو قاتل يروح الشمال الأربيل؟ زين شنو؟ يعني أربيل مرتع للخارجين عن القانون، مرتع للسفلة، مرتع للمنحطين. ما أفتهم شنو، يعني شنو؟ هي خاضعة للحكومة المركزية جملة وتفصيلا. أكو حكومة مركزية أو أكو علم عراقي حكومة؟ شنو قحطان عدنان، شنو فلان، شنو فلتان يطلع يصرح، يجي يصرح مناك؟ هسه هذا نريد واحد يطلع يفهمنا. احنا الى حد الان ما نفتهم. وزير داخلية كردستان، وزير داخلية عندنا، وزير مالية عندهم، وزير مالية، ما نقدر نحكي ما يعني مهزلة حقيقة. هسه نجي على هذا التافه. هذا التافه المفروض السيد وزير الداخلية المحترم الشمري جزاه الله ألف خير. العفو، اليوم صوتي ما أدري شلونه. يلا على كل إخوان، هذا يلقي القبض عليه ويجيبه إلى بغداد يحاكمه. هذا مستوى هابط. شنو مطلع لي صورتك وواقف؟ شنو أنت؟ شنو بس فهمني شنو؟ يعني وين تيجي توصل غير تفهمنا وين تيجي توصل أنت؟ هذا منظر؟ هذا مو منظر، يعني حقيقة هذا مو منظر مال إنسان يعني إعلامي وبالعراق ما يليق بيك هيك. بس أنت إنسان ساقط يعني حقيقة، وتقلد على إطار وما إطار. هسا احنا ما نريد ندافع على الإطار إلى جماعة يدافعون عنه وهذا، بس احنا هم نحكي الحق. انت شنو موقعك؟ شنو هاي صورتك طالع؟ ما تقول بنات بالفيس يشاهدوا؟ ليش يعني التوك توك ماكو بس رجال يشوفوا؟ ماكو بنات؟ ماكو موظفات؟ ماكو ربات بيوت؟ ماكو بنات؟ مطلع صورتك. ايش قد ناقص انت، ايش قد تافه انت، ايش قد حقير انت، ايش قد رذيل انت، ايش قد سرسري وساقط انت. مخجلت. هسه 24 ساعة بالملاهي وبالعرايك وتشرب عراق. هاي نقول مسائل خاصة مالتك، يعني تشرب عراق ما مأذينا، وجود ما مأذي أحدا، بس مأذي نفسك. بس هذا المنظر يا سافل،
من أقول لك أنت أسفل السافلين، أنت أحقر ما خلق الله، أنت حثالة الحثالة، أنت قذارة القذارة، أنت شنو؟ أنت ما تخجل؟ والله نطالب حكومتنا أن تلقي القبض عليه وتجيبه إلى بغداد، والشبعة قنادل يروح فدوى للقندرة. القندرة ولو أحسن منا وأشرف منا، القندرة اللي يلبسها يستفاد منه، توقيه من المطر، من الطين، من الحر. هذا أدب سج. وين نقابة الصحفيين؟ وين النقابة؟ هم نعطيته هوية إعلامي؟ إعلامي لو هذا إعلامي؟ هذا هي هسه صار ياها كل من هب ودب يصير إعلامي. شوف خلقت الزفرة. كان استحيت، كان استحيت وانتقد. ما أقول لك لا تنتقد، انتقد هذا، انتقد هذا المؤتمر، هذا الاستعراض، هذا الاحتفال، انتقده بطريقة حضارية. قول يابا احنا ان عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا وكذا. شنو ذني جايبيهن عاريات؟ ليش هيك؟ كان قلتوا لهن لبسن لبس شوية محتشم. او لا تطلعوا، لا تطلعوا نهائيا على شاشات التلفاز وعلى مواقع التواصل. لا تطلعوا، لا تخلون واحد يتصوروا ويطلعوا، خليهم. هسه احنا عندنا بالملاهي مال اربيل وملاهي بغداد افلام سكس، يعني راقصات سكس يعني سكس بمعنى الكلمة، عريانات شبه عريانات، كل شيء مبين منهن، ولكن ما حد يطلعهن ومرات يطلعن. ولكن انت يا تافه شوف صورتك وانت مخجلت، مخجلت، انت مخجلت. يعني ايش قلت لنفسك يا ساقط؟ شوف لحيتك، انا ما اقول لك شيء، بس باوع لحيتك، الشيب وقار، وقار وقار الشيب. انت هاي لحيتك وانت وتقلد على الاطار، انت تقلد على الاطار. انت ليش انت توصل للاطار؟ صح الاطار عندهم اغلاط بقى شعر راسهم، بس مو انت التافه تنتقدهم. اكو سياسيين وطنيين ينتقدوهم، اكو سياسيين وطنيين سواء من المكون السني او الشيعي او من اي مكون مسيحي او شيء ينتقد الاطار، من حقهم ينتقدون، ولانهم ناس شرفاء نبلاء، مو مثلك ناس تافهه. يلا يا اخوان ما نريد نطول ونحكي عليه، هذا فد واحد احقر ما خلق الله والله العظيم. هان نفسه بنفسه. مو احنا على طول عندنا مثل ببغداد او بالعراق يقول السكران لا الدفعه هو يطيح. السكران لا الدفعه بيدك هو يطيح، من تدفعه تبتلي، تلقى هو يطيح. هذا ما تتافه. شوف هو طيح حظه بيده، هو نهى نفسه بيده، نهاها العمله، نهى شخصيته الطايح حظها. شنو فرقك عن الراقصات؟ هم طلعت صرلة الظاهر انت من الجماعة المثليين. يعني انا هسه تيقن لي 100% انت مثلي، والله هسه صار عندي يقين 1,000,000,000% انت واحد من ذول المثليين. والمثليين يعني تعرفهم انت شنو. يلا يا اخوان هسه احنا ما نريد نطول الحديث اكثر من هذا، لان انسان تافه ما يستاهل 8 دقائق نحكي عليه. ونقول لكم مع الف سلامه، وعاش العراق.